الزرار هنا والشرط هنا. دلوقتي شوف كيف أطلع 80% ربح في 60 ثانية. أنا جابريلا تريدر محترفة، هاشرح لك استراتيجية فعالة للباينري اوبشن، هاشرح لك تريد عشان تفهم ازاي بتتخذ القرارات. كله تمرين يا جماعة، مش نظرية. في الفيديو ده هشتغل على الشارت بالتحليل التكنيكي واربط الاستوكاستيك علشان اتأكد من السيجنالات. اليوم اعمل شوية عمليات، امسك اللحظة الصح وارفع الرصيد. جهزنا ازواج العملات، وكمان هستخدم الستوكاستيك، مش هغير الاعدادات. اولا بنحدد التايم فريم M30 وبنحلل حركة السعر في الشارت. تعال نراقب الحركة. بنحدد الترند المحلي والكبير. الترند الكبير صاعد والمحلي صاعد، يعني عملية شراء. تعال نعلم الليفل. السعر وصل للفلو بيتحضر يكسره، وقبل الشمعة دي في تيست قريب. السعر وصل للفل وكسره في شموع قدم، معناه محتمل يكسر اللفل ويكمل صعود. في مومنتوم، السعر طلع، دخل تجميع، اتجمع وطلع تاني، ده سلم تجمع الطاقة. عندما نشوف الباترن ده السعر محتمل يطلع. تعالى للإسفيس نشتغل نقطة دخول ونفتح شراء. أعمل عملية ب5000 دولار. دلوقتي الخطوط بتتحرك لمنطقة الأوفر بوت. بس بناء على التحليل بتاعنا هنفتح شراء. بننتظر الخطوط تنزل للأوفر سولد، الأزرق يقطع البرتقالي من تحت لفوق، بعدين نفتح شراء. بننتظر السيجنال. دلوقتي الخطوط بتتقاطع، وده ممكن سيجنال شراء، بس ممكن يكون قصير. ووقت الانتهاء ممكن ما يكونش كافي لنتيجة كويسة. بننتظر سيجنال أوضح. السعر بينزل وبيتحضر للتقاطع. الخطوط قريبة جدا، ركز لتوقيت كل حاجة. لما الأزرق يقطع البرتقالي من تحت، تقاطع واضح. بعدين نفتح شراء. دلوقتي الخطوط متطابقة، بس ده لسه ما يكونش سيجنال، لازم ننتظر. لازم تقطع واضح علشان نفتح. انا بحس قلبي بينبض اسرع والعملية بتتحرك، وفيها برد في البطن. بس ده مختلف، الاول خوف، دلوقتي فوكس، عشان انا عارفة اني عملت كل حاجة صح. ودي اشاركه في VIP، عشان ما حد بيقول الجزء الحقيقي من المشاعر. بيتكلموا عن الربح بس ما بيتكلموا عن الخوف والشك، وكل ده جزء من العملية. أنا ما باختبيش في الVIP، بعلم الكيف والليه علشان تفهم السوق حقيقي. لو بدك تتعلم من حد بيحس زيك، اضغط اللينك في البروفايل، تعالي في الVIP. اشترك في قناة التليجرام، أنا بشارك استراتيجيات ثابتة وسيجنالات دقيقة وجلسات تدريب مجاني. اللينك في الوصف. ما تفوتش الفرصة عشان تحسن النتائج. أنا رفعت الرصيد، تعال نحلل زوج عملات تاني. بنشوف السعر هنا طلع غيري ل M30. أعمل عملية ب5000 دولار.
تعال نحلل الشرط. أولا بنرسم اللف، الترند الكبير جانبي والمحلي صاعد. يعني عملية شراء، الشمعة كسرت اللفل والأخيرة كده وفيها قاع مزدوج، تجمع طاقة. ده يأيد الصعود بعد القاع المزدوج. السعر عادي يطلع للفل، المهم تعالوا نعلمه. السعر ممكن يطلع لحد اللفل ده. بنشوف تأكيد في الشموع. بننتقل لل S5. بنشتغل نقطة دخول كويسة ونعمل العملية. الأزرق لما يقطع البرتقالي من تحت لفوق، شراء. دلوقتي الخطوط في الأوفر بوت، التقاطعات عادي بتدل على بير. تذكر دفتر التريدات وتحليل كل جلسة. ده يساعدك تراجع على الأخطاء. أنا بنتظر الدخول يقفل. في ناس بتسأل ليه أقول كده. عشان كنت بودي حد يقول كده لما بديت، ما كنت بشوف إلا النتيجة، بروف رابح فقط. ما حد بيقول الطريق، بس الطريق ده اللي كل حاجة بتحصل. أنا بقول عشان أعرف قد إيه الخسارة لحالك، بس استمريت. ودلوقتي مع كل دخول بتنفس عميق. دخلت بناء على الترند والكندل. وده خطوة خطوة بعلم في VIP، عملية وتكرار ووضوح. اللينك في البروفايل. تعال معايا. ممتاز. نكمل في قناة التليجرام. هتلاقي استراتيجيات حصرية وسيجنالات وتدريب مجاني للباينري. اشترك دلوقتي، اللينك في الوصف والتعليق المثبت. انضم ونطور المهارات، ونغير لزوج عملات تاني. هقرب الشرط. بنبدأ برسم اللفل. تعال نرسم. ظهر دلوقتي الترند الكبير صاعد والمحل بدأ ينزل، يعني عملية بيع. السعر تست الليفل وممكن يكسره وينزل، وبنشوف منحنى بربولي. بعد المنحنى ده السعر عادي ينزل. البربولي بيقول فيها طاقة ومجال. تعال للاس 5 ونشتغل نقطة دخول. هعمل عملية بيع ب10,000 دولار وأكد بالمؤشر. لما الأزرق يقطع البرتقالي من فوق لتحت، عملية بيع. الخطوط متطابقة دلوقتي. لما تقطع واضح بنفتح. ده نقطة الانعكاس. الدخول ده لسه بتحرك وأنا بتابع الشموع. تعرف ايه اللي اتغير؟ الأول كنت بتريد على الدافع، شفت قمة ضغطات الزرار. دلوقتي كل حاجة اتغيرت، كل دخول في خطة وسبب. أنا بفهم الحركة وده بعطيني سلام. الهدوء ده كنت بدور عليه ودلوقتي بدي أشاركه. علشان نبين إن ممكن تتريد بثقة من غير هلع. هناك بشرح تفكيري وأخطائي ونجاحاتي. عشان كل واحد بيغلط. الفرق ايه اللي بنعمله؟ لو بدك تتعلم من حد عدى من كده، اضغط اللينك
أنا هانتظرك. جلسة ممتازة. لو مفيد اضغط أعجبني واشترك في التليجرام في استراتيجيات وسيجنالات وتدريب مجاني. اللينك في الوصف. ما تفوش الفرصة